بصراحة ما كرهناش أن الجامعة الملكية تخرج بواحد الندوة صحفية فين تنهي الجدال على استمرارية وليد الركراكي، وتغطي حتى على هذيك الشائعات اللي حاليا كتروج. مثلا مؤخرا خرجت واحد الشائعة طارق السكيتيوي كتقول على أن كاينين بعض اللاعبين داخل الفيستير ديال المنتخب الوطني المغربي رافضين الفكرة على أن طارق السكيتيوي يكون هو المدرب الأول ديال المنتخب، وهذه بحد ذاتها راه باينة أنها شائعة وخبر كاذب. فأنا كنقول علاش اللعابه ديال المنتخب غادي يكونوا رافضين طارق السكيتوي كمدرب؟ واش المنتخب ديالهم هما؟ المنتخب راه ديال المغاربه كاملين، والجامعه الملكيه هي اللي عندها القرار الاخير باش تختار شكون هو انسب مدرب باش يقود الاسود. اولا مثلا داك الخبر اللي خرج على الطاقم ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يتم التغيير ديالو، وقالوا بانهم غادي يحطوا محمد وهبي الى جانب وليد الركراكي، وغادي تكون استشاره مع طارق السكيتوي، نبيل باها، عموته. فصراحه بزاف ديال نقاط استفهام اللي ما كرهناش ان الجامعه تخرج بس صافي الجدال هذا ينتهي ونفكروا فيما هو قادم.